السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم من جديد في قناة موسوعة الطب والأعشاب. اليوم إن شاء الله غادي نشارككم وصفة طبيعية 100%، وصفة مغربية اللي كتطول الشعر وكتقويه، وصفة اللي مجربة وعندها نتائج وفوائد كثيرة فيما يخص علاج الشعر المتقصف المتضرر من السيشوارات ومن لي بلاك وأشعة الشمس، يعني بزاف ديال العوامل اللي كتخلي الشعر يتساقط ويولي ضعيف واللون ديالو باهت. هاد الوصفة راه غنية جدا بالمعادن وبالفيتامينات اللي كتخلي الزغبه والشعره كتولي قويه وكتعاود تجدد الخلايا وكتنمو بطريقه سريعه جدا. نتمنى انكم تجربوها. بالنسبه للمكونات اللي غنستعملوا في هذه الوصفه، هانتوما كتشوفوا معايا اعشاب مغربيه ومتوفره ومتواجده في جميع البيوت المغربيه، وكذلك غادي نضيفوا لها واحد المكون اللي كيعطي واحد اللون زوين بزاف بالبني شوكولا او الماغون شوكولا. اذا اول ماده غنحتاجوها اللي هي الثومه الحمراء. الثومه الحمراء راها يعني مضاد حيوي غنيه بالمعادن وكتنقي او كطهر الفروه ديال الشعر ديالنا. غادي نحتاجو كذلك الخزامه، غادي نحتاجو الزريعه ديال البصله. زريعه البصله البنات راه مفيده جدا لتقويه الشعر، كتقوي الشعر وكتطولو بواحد الدرجه عجيبه. غنحتاجو كذلك الحرمل حتى هو من اساسيات نجاح الوصفات المغربيه ديال الشعر. غنحتاجو كاس كبير ديال زيت البلديه او زيت الزيتون. غنحتاجو عويدات القرنفل وهذيك المكون الاخير اللي هي بودره الكاكاو. هذا فقط لواحد اللون كيعطي يعني واحد اللون زوين في الشعر ديالنا. غناخذ اول حاجه واحد المقيله، وغادي ناخذ زريعه ديال البصله، وغادي ناخذ كذلك معلقه كبيره ديال الخزامه، وغادي ناخذ الثومه الحمراء بالقشورات ديالها. غادي ناخذ العويدات ديال القرنفل او عود المسمار اللي مفيد جدا حتى هو كيعالج الفروه ديال الشعر، كيطهرها كينقيها، كيساعد كذلك في تقويه وتطويل الشعر. وغناخذ الحرمل اللي هو اساسي ومهم جدا في هذه الخلطه، وهذا هو البودره ديال الكاكاو اللي كتعطينا حتى هي واحد اللون زوين في الشعر ديالنا بني شوكولا. وغنحتاجو الزيت البلديه او زيت الزيتون. كلشي هادشي وجدتو درتو في هذه المقيله، وغادي نديروه فوق البوطه باش يطبخوا لي شويه هاد الاعشاب، وباش الثومه والاعشاب الاخرى كتتفاعل مع بعضها. ومن بعد ما طبخوا مزيان فديك الزويته كنصفيو هذوك العشوب كاملين، كنحيدوهم وكنحتفظ بهذيك الزيت هي اللي غادي نشقوا بها الشعر ديالنا. صدقوني البنات الوصفه زوينه بزاف وعندها فوائد كثيره. وغادي ناخذ البودره ديال الكاكاو، غادي نخلطها مع هاد الزويته. هنا هادي راه فقط اختياريه، غير اللي بغات واحد اللون كيكون مميز في الشعر، يعني لون زوين بزاف بحال صابغاه، لون زوين في الشعر ديالكم. بطبيعه الحال هاد الوصفه خاصنا نديروها على شعرنا يكون نظيف نقي. علاش البنات؟ باش المسام تكون مفتوحه وما يكونش فيها الاوساخ اعزكم الله، باش هاد الوصفه تعطينا الفعاليه ديالها، يعني الوصفه ديالنا تدخل في المسام وتغذي لينا الفروه ديال الشعر، وبالتالي تنوض لينا الزغبه قويه متينه هو اللي بغينا. بالنسبه لهاد الوصفه نستعملوها مره او جوج مرات في الاسبوع، وان شاء الله باذن الله راه غادي تلقاو تغيير. يعني منذ الاستعمال الاول غتلاحظوا واحد اللمعان ليونه وكذلك واحد اللون رائع في الشعر ديالكم. كنتمنى انكم تجربوها ما تعكزوش عليها وتخليوا لي في التعاليق النتيجه اللي لقيتوا عليها. كذلك ما تنساوش لي لايك والبارطاج. شكرا لكم والى اللقاء مع فيديو جديد ووصفه جديده.